السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحشاش عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا مع عمرو أديب بعد فوز الأهلي على مازيمبي 3-0 وصعوده للمباراة النهائية. عمرو أديب بيقول للأسف أنا وشي حلو على الأهلي، وبروح رياضية بيبارك للأهلي اللي مفرح كل المصريين، ومعتز بوجود جماهير الأهلي. نتابع ولنا تعليق بعد المتابعة. أنا بقول لحضراتكم وأنا مغمض، الأهلي النهاردة إن شاء الله هيكسب. مفيش هزار، الأهلي جبار. أخبار جميلة عظيمة. الأهلي جاب جون، أسد فلسطين يحرز هدفا عالميا. الأهلي يدخل فيه جونين في ال7-8 دقايق. ده هي الدقايق اللي جايه دي بتاعت الاهلي بتاع الدقيقه 99. للاسف دايما وش حلو على الاهلي. الجون الثالث للنادي الاهلي، وشكرا لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ملى الاستاد. والله انا سعيد سعاده غير طبيعيه، يعني لو تفتح قلبي هتلاقيه احمر 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 الى النهائي. وطبعا شكل الاستاد عالمي وتاريخي، كمية الجمهور اللي موجود غير طبيعية. وانا بقول لحضراتكم وانا مغمض، الاهلي النهارده ان شاء الله هيكسب. يعني ما عنديش ادنى شك، وبعدد كبير من الاهداف. انتوا شايفين الشكل ده مش يحرك النادي الاهلي، ده يحرك اهلي كلهم. يعني يحرك مصر، يعمل زلزال، يهز جبال، فريق جبار، كل اللي حضراتكم عايزينه. الماتش ابتدى بقاله ثواني، وانا رايي انه الاهلي طبعا لازم على الاقل في الشوط الاول يجاب 2، لانه 1-0 خطر جدا، لانه 1-1 يخرج الاهلي لازم يجيب جونين ويخلص الامور زي ما مانشستر سيتي خلص الماتش امبارح من الشوط الاول قدام برايتون. مفيش هزار، الاهلي جبار، هينزل النهارده يهد جبال، كل حاجه هتبقى تمام. وانا بقول لحضراتكم ما عنديش ادنى شك ان الجمهور ده شكل الاستاد ما شفناهوش كده من ايام المنتخب، شيء لا يصدقه عقل. والناس موجوده ورايحه عزيمه شديده جدا انه الاهلي يقدر يعمل حاجه. فان شاء الله يصل الاهلي للنهائي، ويقدر ان هو يعني يخلص هذه المباراه في وقت قصير. فريق متواضع جدا اللي بيلعب قدام الاهلي، وارد جدا ان الاهلي يخلص الموضوع. روح الفانيلا الحمراء، الاهلي بمن حضر. كولر المفروض اتعلم من اخطائه اللي كانت موجوده قبل كده، عامل تشكيل شبه متوازن. فان شاء الله الاهلي النهارده يحقق شيء. ومن اللحظه الاولى الاهلي هاجم، والرساله واضحه جدا. فهنتابع مع حضراتكم هذا الامر، وان شاء الله مصر تنام الليله دي سعيده ومبسوطه بفوز النادي الاهلي. اخبار جميله عظيمه. الاهلي جاب جون 1-0، وقريبا جدا نسمع خبر حلو ان الاهلي في النهائي. والله انا سعيد سعاده غير طبيعيه، يعني لو تفتح قلبي هتلاقيه احمر احمر احمر، سعاده غير طبيعيه. وكان مازيمبي جاب جون واتلغى لاسباب فاريه. فان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم الاهلي مش هيجيب واحد بس، الاهلي هيجيب اكتر من جون. يعني روح الفانيلا الحمراء، والدقايق ال20 الاخيره، والدقيقه 99، وروح الفانيلا الحمراء، والاهلي بمن حضر، وجمهور الجبار، كل دول ان شاء الله يجيبوا نتيجه كويسه. 1-0. مين اللي جاب الجون يا ابني؟ محمد عبد المنعم، والله هايل.
يعني واصله لدرجه ان محمد عبد المنعم كان بيهاجم، وعبد القادر هو بينقل كور حلوه وحاجات عظيمه جدا. ان شاء الله الاهلي يجيب الثاني والثالث ونطمن ونفرح ونوصل للنهائي ونشجع الاهلي جامد، وان شاء الله كمان الزمالك يقدر في ماتش العوده بتاعه او الذهاب بقى، لان احنا لعبنا هنا وما كناش كويسين قوي، نقدر كمان نغلب الفريق التعبان اللي احنا كنا بنلعبه ده. ولكن سعداء جدا الاهلي كسبان 1-0، ولكن هذه النتيجه خطر. انما ان شاء الله الاهلي يفرحنا ونروح كلنا سعداء مبسوطين مجبوري الخاطر ان الاهلي كسب 1 أو 2 أو 3 أو 4. قلبي يحدثني خيرا ان شاء الله. ومازن بيهاجم، بس هيعدي من مين؟ مفيش. محمد هاني ما بيسكتش، كورنر احبها لازم يحاول ان هو يعني يهتم بالتعليق الرياضي ده كورنر خطر جدا وربنا يستر، كورنر خطر جدا وربنا يستر. مش عارف ليه الكورنر ده مخوفني رغم انه زي اي كورنر في الدنيا. اترفع، يا ساتر يا ساتر. هو اوفا يا جماعه لازم يخرج، يعني مش يخرج بره الماتش، يخرج يمسك الكوره، لانه احنا شفنا مشكله ليفربول انه حارس المرمى ما كانش بيخرج في اغلب الكور يعني. فأوفا لازم يبتدي يخرج شويه عشان يمسك الكوره. يعني كابتن شوبير يقول له مصطفى حبيبي، وطبعا احمد كان من اهم الناس اللي كانت بتخرج، والحته بتاعتها دي كان بيعمل فيها اشياء جميله. 1-0 للنادي الاهلي. نرجع تاني 2-0 للنادي الاهلي، وابننا الفلسطيني وسام ابو علي جاب جون ولا اروع. ايه الستايل ده؟ الولد ستايل اللعب بتاعه اوروبي، جون ولا اروع. زي ما انتم شايفين الوضع طائرا، تحس ان كريستيانو رونالدو هو اللي بيجيب الجون. الولد موهوب ومكسب للنادي الاهلي. انتهت فكره ان الاهلي محتاج مهاجم، جابوا اسد فلسطين. اسد فلسطين يحرز هدفا عالميا. وقلت لحضراتكم من اول الماتش قلبي يحدثني خيرا ان الاهلي سيفوز باكتر من واحد. احنا دلوقتي في الدقيقه 90. ايه ده؟ في 12 دقيقه وقت ضايع. شايف صح؟ انا 12 دقيقه وقت ضايع. 2-0 للاهلي، وسام ابو علي جون ولا اجمل. ويا ريت عبد القادر يبطل الانانيه. انما مبروك للنادي الاهلي. صعب جدا الاهلي يدخل فيه جونين في ال7-8 دقايق. ده هي الدقايق اللي جايه دي بتاعت الاهلي بتاع الدقيقه 99. ولكن يجب اليوم غير انك تحيي لعيبه النادي الاهلي، تحيي هذا الجمهور الملتزم العظيم اللي بيقول لك لو سمحت خلونا نحضر بقى الماتشات، خلونا نبقى موجودين ورا الفرق بتاعتنا، خلونا نستثمر في هذه الصناعه الهامه ونقف ورا فرقنا. وهجمه ثلاثيه للاهلي، وهو الكره العرضيه ولكن تتقطع من الاهلي. 2-0. الف مبروك للنادي الاهلي، يصل الى النهائي وان شاء الله ياخد هذه البطوله زي ما الاهلي معودنا في كل البطولات. مباراه جميله وعظيمه. للاسف دايما وش حلو على الاهلي. الجون الثالث اكرم توفيق، وقلت لحضراتكم ان الاهلي هيجيب اجوان وكلها في الشوط الثاني. 3 اجوان. اكرم توفيق شال جون قبل كده ودلوقتي هو اللي جاب الجون، وجون حلو وجون جميل. 3-0 للاهلي، ويصل الاهلي للدور القادم بهدوء وبدون مشاكل. والف مبروك للاهلي، ودايما وش حلو على الاهلي. في النهائي هيلاعب الترجي، مباراة من النوع السوبر، مباراة من نوع الصعب. هو طبعا يعني هو كده هرب من سان داونز اللي هي العقدة يعني، لكن النادي الاهلي
وشكرا لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ملى الاستاد والمباراه انتهت. وطبعا مازيمبي رايحين للحكم يزعزعوا ليه؟ دول 3. لو ما كانش عاجبك واحد ده في التاني وفي التالت. لو ما شفتش الاولاني شفت التاني وشفت التالت. عايز ايه تاني؟ ده تالت. الاهلي التالت. يشرفنا اليوم النادي الاهلي بالفوز بهذه المباراه. شكرا للاهلي صانع البهجه دائما في مصر، وشكرا لجمهور النادي الاهلي. ده جمهور عظيم، جمهور جبار. يعني ان شاء الله الاهلي يستطيع ان يحقق الانتصار. انا مش عارف الماتش الاولاني هيبقى هنا ولا هناك، ولكن يستطيع ان هو يحرز هذه البطوله ويسعد جماهيره ان شاء الله. زي ما بقول لحضراتكم للاسف دايما وش حلو على الاهلي. بعد ما تابعنا عمرو اديب بملحوظه ان هو دايما كل ما يقول لك قدم كلمه للاسف قبل ما يقول وش حلو على الاهلي. وبنترك لحضراتكم التعليق. وقبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو ومشاركه للقناه وتعلق بذكر الله. والى اللقاء في حلقه جديده من قناتكم، قناه محمد الحشاش عاشق الكيان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.